فما حاجة خلقت من سنين ناس كل نعرفوها أما برشا منا مش فاهمين. حاجة خلقت بعد الأزمة الاقتصادية في الوقت واللي العالم الكل كان يتيه. خرج شخص مجهول اسمه ساتوشي ناكاموتو ونزل وثيقة على الانترنت متكونة من 9 صفحات كتب فيها قانون جديد ونظام مالي مختلف وسماها الوثيقة البيضاء. الوثيقة واللي تعتبر القانون الأساسي للعملة ما تنجمش تتحكم فيها لا أمريكا ولا أوروبا ولا حتى الصين. عملة تخدم بقانون غريب ما فيهاش وسيط وما فيهاش بنك، فيها كان الثقة. العملة واللي تحمل اسم البيتكوين خلقت جدل كبير بين مؤيدين ومعارضين. على هيك اليوم باش نحكيو على هالعملة منين جات وين مش توصل. هل هي جات للتحرير أم جات باش تسيطر على العالم؟ وفي نهاية هالفيديو باش نحكيو على الخطة الشيطانية واللي يخدموا عليها عندهم سنين. لأن الحقيقة أخطر من الخيال. كان تحب تعرف الحقيقة كاملة ما عليك كان تبعني. كانك أول مرة تشوفني أنا الشعبي نحكي على كل ما هو مثير وغامض. تنساش لابونيه ويلا نبدأ الفيديو. نهار 23 سبتمبر من سنة 2008 صارت حاجة ما كان حد متوقعها. البورصة العالمية انهارت بالكامل بدون أي سابق إنذار. الناس الكل وقتها كانت مصدومة وحد ما يعرف شنو اللي صار. لكن في الواقع الحكاية بدأت قبل بعام، تحديداً سنة 2007. في أمريكا بدأت الشرارة الأولى، أزمة خفيفة وحد ما عطاها قيمة. بدأت تكبر وزادت كبر حتى وصلنا للحظة الانفجار واللي صار بدون أي سابق إنذار. والأزمة ما عادش في أمريكا فقط، بل أنها تحولت لجميع الدول اللي بدأت تتعدالها واحدة ورا الأخرى. احنا في تونس وحتى لليوم ماناش فاهمين كيفاش سلكناها بالضبط. المهم نرجع لموضوعنا. في جرة هالأزمة الناس الكل مضرر، الغني فالفقير. وكانت تحب اللخص اللي صار في جملة نقول لك تخيل انه فلوسك ما عادش تسوى حد شيء وحد ما عاد يثق لا في البنوك ولا في الدولة. الخبراء وقتها قالوا انه أزمة 2008 أخطر من الحرب العالمية الثانية، وصدقوني كان عندهم الحق. لكن الغريب هو اللي صار قبل بشهر برك، وتحديدا نهار 18 أوت 2008. واحد مجهول ما نعرفوش وما سمعناش بيه قبل اسمه ساتوشي ناكاموتو دخل الموقع إكس والمعروف بتويتر فيما سبق وحمل وثيقة متكونة من 9 صفحات فقط وسماها الوثيقة البيضاء. وثيقة فسرت شنية بالضبط هي العملة الرقمية والنظام الجديد. بحث صغير لكن فيه أفكار تسبق وقتها بسنوات، ومنها بديت حكاية البيتكوين واللي ولا حديث العالم. الناس الكل تحكي من الصحافة حتى المواطنين العاديين. أما الغريب إنه حد ما فهم شنو هو البيتكوين. الناس الكل تشكر والناس الكل تتساءل في نفس الوقت. وبالعودة الأكبر انهيار مالي واللي هو أزمة 2008. الناس بدأت تشوف إنه البيتكوين هو الحل السحري، نظام مالي ما يتحكم فيه حتى بنك ولا حتى دولة، عملة رقمية واقتصاد غير مرئي، حل جاي في طبق من ذهب وقت اللي كانت الناس الكل تغرق. لكن استنى شوي، وقبل ما نزيد نغوص في التفاصيل ركز معايا في هالزوز نقاط. هل انه فعلا صدفة انه ساتوشي ناكاموتو هبط هالوثيقة بل بشهر فقط؟ وهل فعلا انه انهيار البورصة وظهور العملات الرقمية في نفس الوقت هو صدفة ايضا؟ ما نحبش نسبق الاحداث، اما زوز نقاط هذوم حطهم في بالك باش نرجعوا لهم بعد شوي. وتو خلينا نكملوا القصة بالترتيب. ساتوشي فكرته كانت بسيطة اما في نفس الوقت اختيارها برشا. اليوم العالم الكل يتعامل بالبيع والشراء، أما ديما فما طرف ثالث بيناتنا واللي هو البنك. لا تنجم تشري ولا تبيع ولا تبعث فلوس إلا ما تمر بالبنك، والبنك هو اللي يتحكم ويراقب ويقرر. والأمر ما يقتصرش على الأفراد برك، بل إنه حتى الدول العملات متاعها مربوطة بجهات. مثلا اليورو مربوط بالاتحاد الأوروبي، وفي صورة ما إذا انهار الاتحاد الأوروبي فإنه بصفة آلية باش تتيح العملة ويتيح معاها جزء كبير من الاقتصاد العالمي. يعني احنا والبنوك والدول مربوطين بسلسلة واحدة، وإذا طاح طرف فإنه السلسلة الكل تنهار. ولنا جات فكرة ساتوشي الثورية، قال علاش ما يكونش عنا نظام مالي جديد من غير بنوك ومن غير دول ومن غير رقابة اقتصادية، حاجة ما هيش مرئية، والفلوس ما همش ورق، حاجة ما تنجمش تطبعها.
ولا تنجم تتحكم فيها. الفلوس عبارة على أكواد، كل واحد فينا يخبيها في محفظة إلكترونية، وحد ما ينجم يعرف شنو عندك بالضبط ولا أنت شكون. فكرة بسيطة ومعقدة في نفس الوقت. تصور دفتر كبير الناس الكل تراه، أما حد ما ينجم يبدل فيه حتى شيء. كل عملية تكتب في بلوك، والبلوكات هذه تتربط في بعضها، وهكا يولي عنا البلوكشين، شبكة موزعة الناس الكل عندهم نسخة وما فماش مركز واحد. لكن باش هالعملية تتعدى لازم التثبت فيها، ولنا يجي دور الماينينج. الناس تستعمل قوة الحواسيب باش تحل هالمعادلات المعقدة، وأول واحد يلقى الحل يتكافئ ويربح بيتكوين. فكرة اختيرة خاطر الاقتصاد يولي حر عالمي ومجهول، لا دولة تنجم توقفه ولا بنك مركزي نجم يتحكم فيه، ولا حتى أزمة اقتصادية تنجم تمسه. عملته كانت حلم أو يمكن كابوس، عملة رقمية تتحكم فيها شبكة عالمية من متداولين، ما فماش فيها لا رئيس ولا مقر ولا حتى قانون مركزي. كل شيء موزع، كل شيء غامض، وكل شيء حر. ولنا حكايتنا تولي جدية. الكلام اللي قالوا وقتها ساتوشي كان يعتبر حلم، أو بالأحرى خيال علمي. صحيح حلمته كانت عظيمة، وصحيح زادة إنه الورقة البيضاء عملت ضجة، أما الواقع كان أصعب برشا. إنك تلغي نظام مالي عايشين عليه البشرية من مئات السنين وتبدله بحاجة رقمية، هذه كانت حاجة مستحيلة. أما الغريب ورغم التشكيك ساتوشي موقفش وعمل موقع خاص بالبيتكوين، أما مش كعملة بل كنظام تداول مالي مستقل ومجهول. وقتها مازلنا ما نعرفوش شكون هو، أما قبل ما نحكيو على هويته لازم نفهموا بالضبط كيفاش كانت بداية انتشار البيتكوين. أول ناس استعملت البيتكوين لكانوا رجال أعمال ولا بنوك، بل ناس الدارك ويب، العالم الخفي متاع الانترنت، فين تلقى كل شيء ممنوع، كل شيء غامض، وكل شيء اختيار. واللي كان من أشهر هالمواقع طريق الحرير، موقع ينجم أي واحد فينا يلقى فيه حاجات خارجة على القانون. ولنا كانت المفاجأة بما أنه هالموقع استعمل البيتكوين كطريقة الدفع الوحيد. علاش؟ خاطرها كانت مثالية ليه، عملة ما تنجمش لا تراقبها ولا تعرف لشكون بعث ولا شكون استلم، فلوس بلا هوية وبلا تاريخ، يعني العملة المثالية للجريمة. وهيك علاش أول ضوء تشوفوا البيتكوين ما كانش في وول ستريت، بل كان في العالم المخفي من الانترنت. ولنا عملة البيتكوين بدأت تكبر وجارت كبرت وخليت العالم يحتار أكثر، بما أنه ساتوشي نشر الورقة البيضاء على تويتر، حط الأسس ونظم القانون واختفى. هو اللي رسم الخطة وخلى البقية للمطورين باش يكملوا الرحلة. ونزيدك نقطة مهمة، وهي أنه البيتكوين 21 مليون قطعة في العالم فقط، ليهم باش يزيدوا وليهم باش ينقصوا. أما من الناحية الاقتصادية فإنه البيتكوين قام على مبدأ بسيط وصادم في نفس الوقت، واللي هو العرض والطلب. ويعني إذا كان زاد الطلب السعر يزيد، وإذا نقص الطلب فإنه السعر يتيح. وبالنسبة الأول ناس شريوا البيتكوين واللي كانوا ناس دارك ويب، واللي قلنا عليهم أصحاب المواقع الممنوعة واللي يحبوا يشريوا بلا حساب ولا رقيب. غيرهم ما كان حتى مصدق إنه هالعملة باش تعيش ولا حتى تكمل العام. ووقتها صارت القصص اللي توجع وتضحك في نفس الوقت. تخيل معايا اللي فما شكون شري كعبة بيتزا ب10,000 قطعة بيتكوين، أي ما يعادل 276 مليار بفلوس. وفي خضم هذا وبصمت كان البيتكوين يرسم في طريقه نحو النجاح. في البداية حد ما عطاه قيمة، الناس الكل كانت تتعامل معاه على أساس إنه فلوس لعبة، نفس الكوينز في لعبة الفيفا. أما مع هذا فما شوية ناس آمنوا بالفكرة، شريوا وصبروا، واليوم ثروتهم تتعدى الملايين. لكن الحقيقة إنه الدفعة الأولى والمحرك الأساسي لعملة البيتكوين هما ناس عرفوا السر بل غيره. تخيل معايا إنك في تونس تشري كعبة بيتكوين، تسافر لفرنسا تبيعها وتقبض فلوسها، وحد ما ينجم يقولك لمنين ولا كيفاش. وهكا جن جنون السوق، وبدأت معاه تظهر سوق جديدة واللي كان اسمها سوق العملات الرقمية. واليوم قيمة السوق هذايا وصلت ل5 تريليون دولار. تداولات تصير بثواني، ثروات تتبدل وأقدار تتغير. مش العملات الكل كما البيتكوين، واللي اليوم عنا أكثر من 25,000 عملة رقمية، منها عملات كبيرة كما البيتكوين والإثريوم، ومنها عملات صغيرة تتولد اليوم وتموت غد. الناس يسميوها فانفاندام، تطلع تعمل ضجة الناس تشري وبعدها يختفيوا والعملة تولي تسوى صفر. هذه حاجة مهمة باش نحكيو عليها بعد شوي. أما تو باش ندخلوا في أعظم لغز في التاريخ الحديث، واللي هو
شكون هو بالضبط ساتوشي ناكاموتو؟ الاسم ساتوشي ناكاموتو عمر 37 عام وظهر سنة 2008 ويقول اللي هو ياباني، لكن من منطق ما تجمش تكون هالمعلومات صحيحة. علاش؟ لأنه ببساطة هو اللي مدنب هالمعلومات وما فما حتى جهة أمنية قدرت توصل الخيط ينجم يوصلنا ليه. فما ناس تقول اللي هو شخص عبقري ويخدم وحده، وفما ناس أخرى تقول اللي ساتوشي هو فريق كامل أو جهة استخباراتية. والموضوع ما هوش عبقرية، أما ينجم يكون خط. لكن أهم نقطة واللي لازمك تركز فيها معايا، إذا كان نهار عرفنا شكون هو ساتوشي فإنه السوق كامل ممكن ينهار. علاش؟ لأنه وجوده كمجهول هو اللي خلى الناس تعطي الثقة في اللامركزية. طالما فما حتى شخص ينجم يتحكم، طالما النظام يقعد نظيف. لكن إذا كان يطلع اليوم ويقول أنا ساتوشي وعندي 1,000,000 كعبة بيتكوين في محفظتي، وقتها يصير زلزال اقتصادي. والمصيبة اللي هو فعلا عنده 1,000,000 كعبة بيتكوين ما تحركوش لا زادوا لا نقصوا من 2008. وتو باش نظلمك بالكامل إذا كان نقولك اللي قبل الانهيار العالمي بنهارين فما 5 شركات فقط راهنوا انه الاقتصاد العالمي باش يطيح، وبالفعل طاح. وقت اللي الناس الكل كانت تخسر وهما ربحوا مش ملايين اما مليارات الدولارات وفي ظرف ساعات. وواحدة من الشركات هذه كانت بلاك روك، الشركة واللي اليوم تتحكم في كل شيء، نفط، غاز، اعلام وحتى السياسة. ولنا تدخل نظرية جديدة مرعبة انه الشركات العملاقة ما عادش عندها ثقة في البنوك، ما عادش يحبوا نظام تقليدي فيه وسيط وتحكم مركزي، حبوا يخلقوا نظام صرف جديد، نظام مخفي وذكي فيه كل الخصائص بلا غير ما يبانوا في الصورة. لكن هالنظام ما كانش موجود، ما كانش عندهم حتى أداة حتى لين ظهر ساتوشي. ولنا المفاجأة، هل يمكن أنه يكون ساتوشي مجرد أداة استخدموها الشركات الكبرى لإطلاق نظام مالي جديد، أداة انطلقت بعد الأزمة مباشرة وفي ظرف أشهر فقط قلبت قواعد اللعبة. خليك تخمم في النظرية ويجا نحكيو على أكبر عملية تحايل قانونية واللي اسمها بامب داون. الفكرة سهلة برشا، تخلق عملة وهمية تعمل ضجة وهكا تطلع قيمتها، تبيع كل شيء وتخرج ربح الملايين، وبالنسبة للي يشري يطلع عنده عملة ما تسوى حد شيء. ويجا نعطيكم مثال، الناس الكل نعرفوا إيلون ماسك، الملياردير المجنون والعبقري في نفس الوقت، اللي حرفياً بتغريدة منه قادر إنه يرفع قيمة أي عملة. وهالطريقة استعملها في 2021 تم دوج تو ذا مون، واللي بقدرة قادر عملة الدوج كوين طلعت بمقدار 500%. الناس الكل دخلت تشري تحلم إنهم يوليوا أغنياء. أما في نهار واحد وفي برنامج SNL قال يتسهصل ولنا كشف إنها عملية تحيل والعملة طاحت بالوقت والناس الكل خسرت فلوسها. وبالنسبة لإيلون ماسك فإنه كان بايع من قبل وربح أكثر من $1,000,000,000 في ظرف جمعة. فما برشا مشاهير ومستثمرين كبار يستعملوا في نفس الأسلوب، لكن طريقة خفية وذكية ويلعبوا بعقول الناس. ولنا بدينا نشوفوا في الوجه الخايب لهالعملات الرقمية سوق بدون قانون، وإذا كان ماكش فاهم قواعد اللعبة فإنك ضحية سهل. في عالمنا اليوم فما حاجات صايرة قدام عينينا أما في باطنها فما أسرار كبيرة برشا. فكرة العملة الرقمية وخصوصا البيتكوين ما كانتش مجرد فكرة عابرة، وراها قصة فيها غموض وأفكار متوحشة. نحكيو على نظام مالي متكامل، أطراف خفية تحرك في السوق من وراء الستار، نلقاو فيها رجال أعمال مليارديرات وشركات ضخمة استغلت الثغرات وبدأت تلعب مصير الاقتصاد. أما عملة تحولت إلى ثورة رقمية ضد النظام التقليدي. فما برشا ناس ربحوا وفما ناس خسرت كل شيء. فيه فرص كما فيه مخاطر، لكن اللي متأكدين منه إنه البيتكوين ماهوش لعب والمستقبل قاعد يتكتب بكود. والمثير أكثر شكون وراء هذا الكود؟ شكون هو ساتوشي؟ سؤال مازال بدون إجابة. قصة بدأت بكود والعالم مازال يحاول يحل الشفرة، وساتوشي ممكن يكون أقرب من اللي نتخيلوا فيه، ويمكن عمرنا مانا باش نعرفوه. وانت عزيزي المشاهد ما تنسيش لابوني، نستنيو تعليقاتك حول هالنظام المالي الجديد. نلتقيو في حلقات قادمة.